نبية أمريكية بتقول إنها فتحت بوابة روحية فوق البيت الأبيض وقصر دونالد ترامب في فلوريدا، وبتقول إنه من اللحظة دي ربنا هيبدأ يتكلم مباشرة مع رئيس الولايات المتحدة. التصريح ده اتقال في واحدة من أكبر القنوات المسيحية في البلد، وهناك عرضت اللي بتعتبره دليل إن ده بيحصل فوق سماء واشنطن. من ساعتها القصة دي بدأت تنتشر في العالم كله، بس تقريبا محدش يعرف إن دي مش أول مرة حد يقول إنه شاف بوابة فوق البيت الأبيض. آخر مرة كانت من 4 سنين، بس في الوقت ده اللي قال الكلام ده كان بيقول إن البوابة دي مش من عند ربنا لكن من عند الشيطان. وفي فيديو النهاردة هوريك إن النبوة الجديدة دي ممكن تكون جزء صغير من حاجة أكبر بكتير بتحصل حوالين الحكومة الأقوى في العالم. بس قبل ده اشترك في القناة لأني عايز أساعدك في مشوارك مع ربنا كل يوم. ماشي، يلا بينا. القصة دي بدأت من كام يوم بس، لما الأمريكية دونا ريجني اللي بتقدم نفسها كنبية شاركت في برنامج إيليج ستريمز، واحد من أهم القنوات المسيحية في أمريكا اللي بيركز على النبوات وغالباً بيدعم حكومة دونالد ترامب. خلال المقابلة قالت إنه دلوقتي بعد ما البوابة دي اتفتحت فوق البيت الأبيض وفوق مار إيلاجو، دونالد ترامب هيبدأ يستقبل رسائل الروح القدس بسهولة، ووفقاً للخلط مع السماء المفتوحة دي الرئيس كمان هيقدر يستقبل فوراً توجيه ربنا علشان يقود البلد. ساعتها قدمت اللي كانت شايفاه دليل على المعجزة المزعومة دي. حسب دونا ريجني، خلال الصلاة واحدة من المجموعة حست إن الروح القدس أمرها تصور السماء. لما كبروا الصورة قالوا إنهم شايفين ملامح وجه ملاك متكونة في السحاب، وكأن ده تأكيد إن البوابة فعلا كانت مفتوحة. احتفظ بالصورة دي لأنها هترجع تاني قدام وهتساعدك تفهم اتجاه القصة دي راح لفين. وقبل ما نكمل لازم نفهم ايه اللي الجماعات دي يقصدوه لما بيتكلموا عن البوابات. حسب التعليم ده في أماكن السماء فيها بتكون مفتوحة، وصلاة وعبادة المسيحيين ممكن تفتح البوابات الروحية دي فوق بيوت ومدن وحتى بلاد كاملة. أهم نص بيستخدموه للدفاع عن الفكرة دي موجود في سفر التكوين 28. ده كان لما يعقوب حلم بيسلم بيربط الأرض بالسماء، وكان الملائكة بيطلعوا وبينزلوا عليه، ولما صحي سمى المكان ده بيت الله وباب السماء. بس في سؤال، العقيدة دي بتتجنى ترد عليه، هل كان يعقوب هو اللي فتح الباب ده؟ هديك الإجابة دي بعدين. وبرضه دي ما كانتش أول مرة دونا ريجني تقول تصريح زي ده. السنة اللي فاتت وقت تنصيب دونالد ترامب هي قالت إنها فتحت بوابة للسماء فوق البيت الأبيض علشان تنظف المكان من كل الشر والسحر اللي على حسب كلامها كانوا موجودين هناك. في إبريل 2022 وقت ما كان جو بايدن هو رئيس الولايات المتحدة، نفس القناة دي عرضت برنامج كان فيه مستشار سياسي معروف مرتبط بدونالد ترامب، وورى صورة لبوابة شيطانية مزعومة فوق البيت الأبيض. على حسب كلامه البوابة الشيطانية دي ما تتقفلش غير بصلاة المسيحيين. أغرب حاجة إن في القصتين الدليل اللي تقدم كان هو نفسه صورة للسماء. لما كان الرئيس هو الخصم السياسي كانوا بيقولوا إن البوابة اللي فوق البيت الأبيض شيطانية ولازم تتقفل، ودلوقتي لما الرئيس بقى حليف بيقولوا إن البوابة سماوية ولازم تتفتح. وأنا لازم أعترف بحاجة معكم، لما بنبص على كل ده فعلا بيبان إنه ليه معنى. ناس كتير بتصدق إن الحكومات اليسارية في أي مكان في العالم بتخدم الشر، وفي نفس الوقت الحكومات اليمينية بتخدم ربنا. في النهاية دايما بيدافع عن قضايا ضد كلام ربنا، والتاني بيتكلم عن ربنا طول الوقت. بس يا ترى ده كفاية عشان نحدد مين في صف الخير ومين في صف الشر؟ هل مجرد إن الحاكم يقتبس من الكتاب المقدس يبقى لازم نقبل كل حاجة بيتنبأوا بيها عن ربنا؟ سؤالي هنا مش عن الرئيس الأمريكي، وكمان مش دوري إني أحكم على قلب أي حاكم. الموضوع هو جدية التصريحات دي اللي تتقال باسم ربنا عن الحكومة دي. وعشان نفهم إيه اللي ورا كل ده لازم نبص بعمق أكتر. في فصل كامل في الكتاب المقدس شكله بيتكلم مباشرة عن أيامنا دي. في إرميا 23 الله واجه الأنبياء اللي كانوا بيخدعوا شعب إسرائيل وبيتكلموا باسمه.
كانوا رجال بيعنوا رسائل من خيالهم ودايما بيقولوا حلمت حلم حلمت حلم، وكانوا بيخلوا الناس يثقوا في رؤى ربنا عمره ما اداها. وفي نفس الفصل ده ربنا قال إنه عمره ما بعت الأنبياء دول، بس مع كده هم خرجوا وأعلنوا رسائل باسمه. وهنا بيظهر سؤال بيساعدنا نقيم كل اللي شفناه لحد دلوقتي. شوف اللي مكتوب في سفر إرميا الإصحاح 23: هل أنا إله مو قريب بس؟ بيقول الرب، مش أنا كمان إله من بعيد؟ ينفع حد يستخبى مني في مكان سري؟ مش أنا موجود في كل مكان في السماء والأرض؟ ده كلام الرب. بصوا يا إخواتي، مفيش مكان واحد في الدنيا دي ربنا مش موجود فيه، ولا حتى في البيت الأبيض، ولا حتى في مار ألاغو، ولا حتى في بيتك. فمفيش أي منطق إنك تعتقد إنه محتاج مجموعة صلاة عشان يفتحوا له باب وبعدين بس يقدر يكلم الرئيس. ودلوقتي هجاوب على السؤال اللي سألته عن يعقوب. الكتاب المقدس بيقول إنه كان نايم لما شاف السلم. هو ما طلبش الرؤية دي في الصلاة، ما شاركش في أي حملة ولا عمل أي طقس علشان ده يحصل. السماء اتفتحت لأن المبادرة كانت من عند ربنا مش من يعقوب. وبعد قرون يسوع كشف المعنى الحقيقي للسلم ده. في يوحنا 1 قال لناثانائيل إنه هيشوف السماء مفتوحة وملائكة ربنا طالعين ونازلين على ابن الإنسان. السلم اللي يعقوب شافه كان بيشاور على المسيح نفسه. عشان كده بولس كتب لتيموثاوس إن في وسيط واحد بس بين ربنا والبشر، المسيح يسوع. ولما الكتاب المقدس بيتكلم عن الحكام برضه ما بيعرضش حد بيفتح بوابات عشان ربنا يقدر يتصرف. في سفر الأمثال مكتوب إن قلب الملك في إيدين الرب وهو بيوجهه زي ما هو عايز، زي مياه النهر. وده اللي حصل مع فرعون في مصر ومع نبوخذ نصر في بابل. نفس الكلام مع فرعون في مصر، وكانوا ملوك وثنيين من غير ما حد يفتح بواب على قصورهم. ولما بنبص على الناس اللي حوالين الرئيس الأمريكي روحياً، القلق بيزيد أكتر وأكتر. ولما بنبص على الناس اللي حوالين الرئيس الأمريكي روحياً، القلق بيزيد أكتر وأكتر. ولما بنبص على الناس اللي حوالين الرئيس الأمريكي روحياً، القلق بيزيد أكتر. حسب باولا وايت اللي هيقدم التقدمة دي هيستقبل ملاك مبعوث من ربنا، والرب هيحارب أعداء الشخص ده، وهيعيش وقت من الازدهار، وهيعيش عمر طويل، ولسه هيستمتع بسنة مليانة بركات خاصة. اللي كان بيتبرع $1000 أو أكتر كان كمان بياخد هدية صليب كريستال طوله 25 سنتيمتر. والانتقاد للحملة دي ما جاش من ناس من بره الكنيسة، لكن من جرايد مسيحية أمريكية، وإخوة اتضايقوا لما شافوا بركات ربنا بتتعلن كأن ليها تمن. باولا وايت: مهرطقة ومجدفة إيزابل. الكتاب المقدس كمان بيتكلم عن الموضوع ده. في أعمال الرسل 8 راجل اسمه سمعان عرض فلوس على الرسل علشان يشتري قوة الروح القدس. رد بطرس كان إن الفلوس دي تهلك معاه، لأن عطية ربنا ما ينفعش تتشترى. دي كلمة ربنا نفسها اللي بتحذرنا كده. دلوقتي في حاجة لازم تبقى واضحة جدا. الصلاة من أجل السلطات ده شيء كتابي. بولس نصح تيموثاوس إنه يصلي لكل اللي عندهم سلطة عشان نقدر نعيش حياة هادية وتقية. المشكلة بتبدأ لما الصلاة تتحول لباب أو بوابة. الإعلان الخاص بيتحول لسلطة على الحكومة، وبركة ربنا بتتعلن مقابل $1000. وفاكر سورة السماء؟ اللي بيدور يثبت نبوءة من خلال النظر لسحابة بدل ما يفحص اللي الكتاب المقدس بيقوله، بيفتح باب للخداع، لأن الكتاب نفسه بينبه إن الشيطان كمان بيعرف يظهر كملاك من نور. الطريق الوحيد للوصول للآب اتفتح فعلا لما يسوع مات على الصليب واتشق حجاب الهيكل من فوق لتحت. عشان كده ما تحطش ثقتك في نبيات ولا في بوابات مزعومة ولا في أي سياسي سواء من اليمين أو اليسار. افتح كتابك المقدس وقارن كل اللي بتسمعه مع كلمة الله واطلب منه التمييز، لأنه الأنبياء الكذبة هيستمروا في الظهور. آمين. أنا القس أنطونيو جونيور. لو عجبك الفيديو ده شاركه مع أصحابك واتفرج على الفيديوهات اللي هحطها هنا على الشاشة ليك. ربنا يباركك. مع السلامة.